السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم حرشة سهلة ماهلة دغيا كتوجد في دقائق. في الاول غندهن المقله ثقيله بالزبده ونرشها بالسميده، دهن الجناب ونحيد الفائض ديال السميده، وناخذ 500 غرام نص كيلو ديال السميده رقيقه تكون من النوع الجيد اللي تيكون لونها صفر، ونغربلها. غنزيد نص معلقه صغيره ملح، نص كاس سكر سنيده، كيس فاني، 2 اكياس خميره الحلويات، 14 غرام من فئه 7 غرام من الاحسن نغربلوها، كاس الا ربع زيت نباتيه القياس بكاس العنبه، ونبسسها بالفوي وممكن تبسها باطراف الاصابع. كنبسسها مزيان تتلبس السميده بالزيت. غنزيد نص لتر ديال اللبن. هاد المكون هذا تيخليها تجي هشيشه وزوينه بزاف بزاف، لان ما فيها لا بيض لا زبده لا حليب لا ياغورت. هاد الاثناء راه شعلت على الفران باش يسخن، ونفرغ الخليط في المقله اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. دخلها الفرن يكون سخون، نقص النار طيب من التحت عاد نشعل عليها من الفوق. هاهي بعد ما خرجتها غندهنها بالمربى، رش عليها الكوك، تزيين تيبقى حسب الذوق. غادا نقطع منها وهي باقا سخونه. كنتمنى تعجبكم، تشجعوني بلايك، والى فيديو قادم ان شاء الله.